لو انت عندك تيبس في مفصل اليدين اسمع الفيديو ده وطبقه من اوله لاخره، وهتيجي تكتب لي في الكومنتات بعد ما تطبقه ربنا يبارك لك يا دكتور، وده الهدف اللي احنا عايزين منه الحلقة. صلوا على النبي. انا مصطفى سليم، هنا حكيم اعصاب، والنهارده هنتكلم عن العلاج النهائي لتيبس اصابع اليد. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله دايما تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. تيبس مفصل اليدين بيحصل نتيجة اكتر من سبب، وما بقاش بس بيصيب الناس كبار السن، لا ده بقى ممكن يجي لك نتيجة تسميع من الرقبة او من الكتف، امتدادا بطول العصب كله لحد ما يوصل معانا لمتلازمة النفق الرزغي مثلا، وضعف او ضغط الاعصاب اللي بتبقى موجودة هنا، وممكن يسبب معانا تيبس. ممكن يكون بسبب السكر، ممكن يكون بسبب ضعف الدورة الدموية، وممكن يكون بسبب الآلام الروماتيزمية أو الروماتيزم. وبالتالي الشخص اللي بيصاب بتيبس مفصل اليدين ده بيكون نتيجة سنوية عن سبب أدى للمشكلة، وبعد ما بيكشف سواء كان بقى عند طبيب المخ والأعصاب أو بيكشف عند طبيب الروماتيزم، حتى وإن كان بيعالج المشكلة بيظل تعبان نفسيا وجسديا من تيبس الأصابع، لأنه مش عارف يستخدم إيده بشكل كويس، زائد كمان نفسيا منظر إيده مش كويس، وده بيكون مسبب مشكلة نفسية كبيرة ليه. كومنتات كتير احنا بناخدها من المرضى عن ان يا دكتور انا عندي صباع معين مثلا، اصحى الصبح الاقيه متشنج او متشنكل، وده بالنص من لسان المرضى، انا ما جبتش حاجه من عندي. صباع او صبعين بيبقوا في وضعيه معينه وما بعرفش احرك ايدي، ممكن بعد شويه تبدا الحركه تتحسن زي اخواتنا اللي بيصابوا بالالام الروماتيزميه، او ممكن بيظل التيبس ده موجود في الصباع وما بيعرفش ان هو يحركه. وعشان كده الفيديو ده مهم قوي، ولازم تطبق كل حاجه موجوده في الفيديو ده. واحنا بنتكلم عن التيبس لازم دايما ان احنا نزود الدورة الدموية اللي رايحة للمكان، وعشان كده اول نصيحة معانا هي استخدام كمادات الماء الدافئ على اليدين عشان تبدأ تزود الدورة الدموية وتبدأ تنشط الدورة الدموية بشكل كامل. تنشيط الدورة الدموية ده بيعمل عملية تنشيط كبيرة للمكان وبيقوي التغذية اللي رايحة للعضلات، وده بيساعد بعد كده ان احنا نبدأ نحل المشكلة. تاني نصيحة معانا هي الحركة باستمرار، وحاول انك تحرك مفصل الايد حتى لو كان تعبك. طب انا يا دكتور ما بعرفش احرك مفصل ايدي، هنحاول ان احنا نحركه بايدينا التانية. الحركة البسيطة دي ان شاء الله حتى لو انت بتعمل كده مهمة جدا 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 عشان تقدر تنهي على التيبس بعد كده. طيب ايه بقى التمارين اللي اقدر اعملها عشان اقوي عضلات مفصل الايد وامنع التيبس ده؟ النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم عن 3 تمارين علاجيه سحريه وقويه، يلا نطبقهم مع بعض. اول حاجه بالنسبه لنا ان انا بمسك ايدي كده او بقفلها كده، بقفل قبضه الايد كده، وببدا ان انا امسك ايدي كده واحرك ايدي حركه دائريه كامله، تمام بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. وبعد كده اعكس الحركة مرة أخرى. تقدر تعمل التمرين ده 3 مرات في اليوم، المرة الواحدة 10 عدات. تاني تمرين معانا هو تمرين تقوية، وبيعمل حاجة اسمها ايزومتريك كونتراكشن أو نوع معين من تقوية العضلات، وده بيكون سحري ومفيد جدا لعضلات الإيدين. وهو ببساطة ان انا بحط ايدي بالوضعية دي كده، وابدأ ان انا اشد شد خفيف كده بالنسبة لي واريح تاني، واشد شد خفيف كده بالنسبة لي واريح تاني، وهكذا، وابدأ ان انا اريح تاني. وبرضه تقدر تعمل التمرين ده 3 مرات في اليوم، المرة الواحدة 10 عدات. تالت تمرين معانا وهو تمرين تقوية أكتر، إن أنا بحط إيدي كده وبحط صوابعي على إيدي الناحية التانية، وببدأ إن أنا أحاول أتني صوابعي، ولكن الإيد التانية بتقاومها لحد ما أبدأ إن أنا أقفل وأريح تاني، ثم بعد ذلك أقفل وأريح تاني، وهكذا. وتقدر تعمل التمرين ده 3 مرات في اليوم، المرة الواحدة 10 عدات. النصائح دي بمشيئة الرحمن لو احنا جينا طبقناها هتكون مفيدة جدا، وهتكون مساعدة ليك بشكل كبير ان انت تبدأ تنهي التيبس
بتاع مفصل الايد مع علاج السبب المسبب ليه. عندك مشاكل في الرقبه عالجها، مشاكل في الكتف عالجه، مشاكل روماتيزميه عالجها مع علاج السبب المسبب ليه، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. بس كده، دي كانت نهايه الحلقه بتاعت النهارده. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش ان انت تدعمني بالاشتراك والقناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفني على اليوتيوب، ولو انت بتشوفني على الفيسبوك ما تنساش تدعمني باللايك والمنشن والشير. وهستنى كومنتاتكم تحت بعد ما انتوا تطبقوا الحلقه دي بمشيئه الرحمن، ونشوف هل الحلقه جابت نتيجه ولا لا. وان شاء الله بمشيئه الرحمن هتجيب نتيجه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه قريب جدا. سلام.